اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذتين من اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم سيد عثمان بن محمد بن شيخ بن محمد الحبشي الحبيب فهمي بن حسن بن عقل المنور كافة مشايخ منهم متقدم من هذه الحارة لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ووالدنا ولهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما يشاء
واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الاعضاء من عليها وانت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعل وأوزل تكبر ما قرانا من القران العظيم وما حللنا من قول لا اله الا الله ما سبح لك سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو الصحابة والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. وأثبت رسول الله الطاهرة عمة المؤمنين سيدنا خادجة الكبرى وعائشة عائشة الرضاع وحسوسنا فاطمة الزهراء والحمزة العباس والحسن وحسين علي زين عبد محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا سيد النجيب سيدنا محمد المهاجر الله محمد بن عيسى وعبيد الله سيدنا علي أحلى قاسم سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والحبيب علي عم الفقيه سيدنا حبيب علي غير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك إمام محمد مولد دويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام بشر الرحمن السقاف وشاه محمد محضر سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب الله بكر الشاب بكر من سالم والحبيب عقيل من سالم والحبيب محمد عبد الرحمن الطوش علي بن مبارك بن الحداد وأصولهم وفروعهم وذب الشيخ بكر جيلاني شيخ أحمد البرابي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم دسوقي أبي حسن شذيري شيخ محمد البوسيري صاب برده حباب سلطان شيخ أحمد تجاني شيخ حبيب حرب الله بن دروس وأصولهم وفروعهم وجن الله سقاف وأصولهم وفروعهم ومن سقاف صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرش الحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن عمر زميد والحبيب حسن بن صلاح البحري الحبشي عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد عبد علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي عبد السقاف محمد السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله شهاب أحمد محمد مخضار بن تارم وأعلى من زنبل سادة علوين والحبيب حامد بن الله الحداد وخان الحبيب حامد وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب وأصولهم وفروعهم الحبيب شهاب بن محمد بن شهاب الحبيب محمد بن شهاب بن شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد وأحمد بن شهاب ورسلين الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم ورسلين الحبيب حبيب البحسين والحبيب محمد شهاب شعب بن إدريس ورسلين الحبيب حبيب حامد الله الحبيب الرحمن بن عبد الله بن شهاب بن شهاب حبيب بن إدريس ورسلين الحبيب عبد الرحمن النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا لمن اجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور الحي القيوم العلامة عرب الله الولي الحبيب القطب حبيب أحمد بن حسن بن علوي الحبشي. آمين آمين. الحبيب أحمد الحسن الحبشي الحسن عثمان بن محمد بن شيل الحبشي الحبيب علي بن حسن بن المنور وكافة من تكلم هذه الحق بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ولهم وخاصة أمواتنا ومسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب منا إليهم. اللهم اجعل نور يسعى ويرذل بين يديهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتكا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اجمعنا واياهم والمسلمين في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه. وفقنا يا رب للخير وأعنا عليه. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والنور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه. فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل
الحجاب اجتلاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نازها عني ومسكنه الحشا هجما ملا كل النواحي نداؤه أجما تولاه الهوى فيك وامد في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه أجما تولاه الهوى فيك وامد في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاك صنعا بناؤه بحكم الولا جرات تقصدي وهبذا موال أراح القلب منه ولاؤه بحكم الولا جرات تقصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي العشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه مرضت فكان الذكر
برءا لعلتي فيا حبذا ذكرى لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق كدائي فقل له فإن لقاءها بقلبي دواؤه إذا علم العشاق كدائي فقل له فإن لقاء أحباب بقلبي دواؤه والنور يهدي الهائرين دياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها امطرت في الخين سماؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها امطرت في الخين سماؤه. Nawaina islamana wa aslafuna salihin fi qiraatil mawalid ala niyati anna Allah inawwir qulubana wa qalalibna yassir umurana wa yakfir hawaijana wa nilana matalibana wa ala niyati anna Allah yarzuqna al-futuh wal muna wa rusul wa salah al-jasad wa ruh wa taubatan nasuh wa ala niyati anna Allah ij'alna minal muqbilin wal maqbulin biridha rabbil alamin wa anna Allah يصلح النيات ويدخل نياتنا في نياتهم يصلح النيات ويدخل نياتنا في نياتهم على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صلى الله عليه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجره عظم شانه خلق الخلق الحكمة وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد الأوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره وبكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان
ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. يا لقلب وجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. قد تراضى في الحسن على مقام وتلاها في مجره تعالى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. لا حضرته العيون في مبتلاته بشر الكامل يضيء الضلالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعاكل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة فهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمبتصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشرت سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز في قلعة الجمال وقام بحق الربوبية في مواطن العظمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراه النصيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم الله عليه بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. الله عليه حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون. الله عليه فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف
بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ربي عقبل علينا مرحبا بربي، ربي عنا ذكر من جاء ولد الله وزين المصطفى زين أكرم بل وهو الشفيع، واسمع دعانا به يا ربنا يا سميع. ربي أقبل علينا بالربي، ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى فاسمع دعانا به يا ربنا يا سلام، وراقنا به إلى العالى المقام الربيع، نهل به ربي حسنا كالقوي المنيع، يا سيد الرسل ذا الحسن زهي البديع، بك تواصل إلى المولى العلي سرير. ربي عجبل علينا مرحبا بالربي، ربيعنا ذكر ما جاء ولد الله وسيع مصطفى زين أكرم بل وأول شفيع، فاسمع دعانا به يا ربنا يا ربنا غراب عما بالجميع، أصلح لهم شأنهم ولهم يا سميع، بجاه طه ومن قد حل أرض البقيع، خصوص نور السرائر والدوال الوجيه. ربي عقبل علينا مرحبا بالربي، ربي علا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى زين أكرم
كمستقيم مدين عجل بكشف بلاوى كل أمر جنيح بهم رب عاجل بالإجابة سريع أكبر علينا مرحبا بالرب ربي العلا ذكر من جاء ولد الله وسيح المصطفى للأكرام بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يسوع ولد المشرف في ربيع الأولين والقلب يا جمال والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأولين والقلب يا جمال والكواكب تنجلي والقلب يا جمال والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأولين والقلب يا جمال والكواكب تنجلي المشرف في ربيع الأولين والقلب يا جمال والكواكب تنجلي والقلب يا جمال والكواكب تنجلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين،
فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ على قلبي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا هجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا هجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضان العمر مني محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الهجرة وضان العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام
أنزر الهجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا هاتني ذكر أحبابك سجايا ونشر أوصاف أهل الفضل وأهل المزايا عن ذكر سناب أهل ديار البرايا فيا أوصافهم يموت الطوايا فلا أوصافهم يموت الطوايا الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا إنهم عطرة الهادي وخير السرايا نعتهم لهدية من أعز الهدايا رحمة الله تنزل وتصفي المرايا يا إلهي يا غني يا سامع دعايا يا إلهي يا غني يا سامع دعايا الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرايا يدخل ما لهم من نوايا واسمه ظاهرة بهم والقبايا واجزل بهم زوجنا والعطايا ومر بنا رابهم والسرايا
والصلاة على المختار غير البرايا الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار غير البرايا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب وان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى غمان ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال مثاني فهزار يمني غروان واستضيء بجمال فغافل حسن تفرر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدل البشرى بسعد مستبر ليس ينفد صوتنا أضال جمال فغر المؤبد يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدم بكل حمد جل أن يغصره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أقنع بك إلا بك نسعد الله وبجاهك يا إلهي جد وبلغ قل لا مقصد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا ودنادى جسبيني كيف نصعد ونار شاد ربي بلغنا بجاهه بجواره لما قعد طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب شطر علينا مدى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الغضايا أستغفر الله رب
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والسلام المستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله موائد الخير مبسوطة لمن بايرين في شهر فيه النبي المختار طه وليد شهر العطا والمدد وين الذي يستمد فيه النبوة بدت أنوارها تتقيد كم من موفق بحبه للنبي قد سعيد شهد بذا الشهر من سر النبي ما شهد يا خير ليلى بها خير الورى قد وجد آياتها قط ما تحصى إذا بات عيد سعدت بها الأرض حازت فخر ما ينجحد براز بها خير حامد في البرية حميد باب السعادة لمن قد رام أن يستعين يا باخذ من حاب طه أوله منه ويد الحمد لله هو ركني إذا بستند وهو ملاذي بها أدعو بل إليه أعتمد
يحيا بذكري فؤادي والقوى تستمد وعند الهزال في حبه وعشقاته جيد ذا باب يا اخوان ما حد عنه باه ينطرد ذا مورد السير يا بخت الذي بايرد أهل الصفا والوفا ما فيهم قط ضيد ما غير هذا يمد واخر كذا يستمد وحد وقف فيه سبب وسعى وحد منجرد واسرار مولاي ما تحصى لمن بايعين والفين صلوا على من في الدنا قد زهيت موائد الخير مبسوطه لمن بايرد والحمد لله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصحاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم
فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وصحبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتؤدي في الدرجات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظوافره، وعلى باب عزته تعط الرحال فتنشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وهام راية دعوتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواسم القرب ومظهر. قاس من ذلك في عبادك وساكك وشارك الأهل وإجادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حظك ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنوبا جميعا هي إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشفقته أولادنا وأهل كتنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف لهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار،
وأيدهم بتأييد من عندك وانصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البيان واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالهجر المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وصدق في صفتك خائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتح القبول بحق الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب أنت الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral hadirin, bil khusus kepada para habaib, para asatidz, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di malam yang penuh dengan barakah ini, yakni memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di rumah daripada salah satu wali min auliyaillah, yakni Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, malam iftitah ataupun malam pembukaan daripada majlis Maulid Arba'in, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita, mengabulkan segala doa, mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini yang merupakan malam iftitah, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat yang baru kepada kita untuk lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kita mampu untuk selalu menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan keberkahan daripada majlis Maulid Arba'in yang akan kita ikuti selama 40 hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah, kemudian diawali dengan kata sambutan dan juga manaqib daripada Sahibul Bait, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk peringatan Maulid pada malam-malam berikutnya ataupun pada sore hari. Untuk malam besok peringatan Maulid ataupun malam yang kedua daripada Majelis Maulid Arba'in bertepatan dengan hari Rabu malam Kamis tanggal 27 September, peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Kiai Haji Balqi bertempat di Jalan Talang Banten.
atau di samping Universitas Muhammadiyah, masuk ke dalam. Kemudian untuk malam yang ketiga, peringatan Maulid akan diadakan, atau malam Kamis, maaf, peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Nabiyur Rahmah, bertempat di Jalan Mayor Zubir Bustam, Lorong Mawar, Komplek Taman Anggrek Residen, Lebong Siarang. Adapun untuk peringatan malam keempat, malam Jumat 4 Rabiul Awal tanggal 29 September, peringatan Maulid akan diadakan oleh Majelis Ta'lim As-Suada bertempat di Seduduk Putih. Adapun peringatan Maulid pada sore hari akan diadakan besok tanggal 1 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 27 September. Peringatan Maulid sore hari akan diadakan di rumah Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab bertempat di lorong Sungai Bayas atau di samping Musalla At-Thayyibah, waktu jam 4 sampai dengan selesai. Demikianlah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kemudian daripada itu, marilah sama-sama kita dengarkan yang pertama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Rabita Palembang, yakni kemudian diawali dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru kita yang hadir menambah keberkatan di majlis yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadiri guru-guru kita pada saat ini, Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab, Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Abuya Guru Besar Al-Habib Umar bin Alwi As-Segab selaku pembina Majlis Arba'in, dan orang tua kita yang hadir di tempat ini, di antaranya yang senantiasa menghadiri majlis-majlis dan menambah keberkatan serta cahaya dan nur di majlis, Al-Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, dan masih banyak habaib-habaib yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, kehadiran kita di tempat ini tidak lain adalah kita menyodorkan diri kita mendapatkan keberkatan yang di tempat ini. Sulit untuk diungkapkan keberkatan yang tercurah yang kita dapatkan di tempat ini. Lautan keberkatan, lautan barokah yang ada di tempat ini sudah cukup. Mungkin kehadiran kita di tempat dan majlis-majlis seperti ini dengan kita menghadirkan diri kita, apalagi dengan kita pasang niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik, apapun yang kita niatkan akan mendapatkan keberkatan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masuk ke majelis ini pasti barokah. Banyu yang masuk di majelis ini barokah banyunya. Makanan jadi barokah. Kendaraan kita yang masuk di sini juga barokah. Pakaian kita barokah luar biasa. Kalau kita meyakini keberkatan yang ada majlis-majlis seperti ini, kita balik dengan membawa jasad kita, badan kita,
keluarga kita juga mendapatkan keberkatan. Alhamdulillah. Kami selaku pengurus Robitoh Alawiyah Palembang mengucapkan ribuan terima kasih segenap pengurus, panitia dan siapapun yang ada sangkut pautnya di dalam majelis maulid, terutama maulid Arba'in di malam hari yang kita adakan setiap malamnya. Bersyukur kita dan berterima kasih dengan kehadiran kita mendapatkan keberkatan. Dan sebagaimana kita ketahui di setiap rumah-rumah habaib yang ada di kota Palembang ini, di situ keberkatan bertambah. Maulid di situ juga tempat turunan curahan rahmat dari Allah Subhanahu, rumah para aulia, dan disinilah menambah cahaya maulid Arba'in di rumah-rumah habaib. Kalau seandainya kehadiran kita cukup dengan membawa niat, mungkin kalau seandainya di rumah-rumah habaib tidak ada mungkin suguhan makanan secara zahir, secara batin itu sudah cukup untuk kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini, di malam ini dan malam-malam seterusnya, bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berharap bangsa Indonesia mendapatkan keberkatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberikan Allah Subhanahu wa taala perhatian yang khusus agar senantiasa para pemimpinnya juga taat kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama Palembang Darussalam yang kita tinggal pada saat ini, insya Allah dijauhkan daripada bala dan musibah. Dan sekadar menyampaikan dan ucapan juga terima kasih bagi yang telah ada perhatian, baik itu sumbangan dana dan tenaganya untuk rumah-rumah habaib yang mengadakan maulid Arba'in. Mungkin untuk tahun ini agar lebih rapi, agar lebih barokah, di seberang ulu ada panitia khusus untuk perhatian terhadap maulid-maulid yang ada di seberang ulu rumah habaib. Dan juga mungkin di seberang ilir yang kita mungkin saksikan beberapa tahun ini, rumah-rumah habaibnya tidak ikut Arba'in. Mungkin ada beberapa hal yang tersirat di dalamnya. Insya Allah kita berharap untuk tahun-tahun yang akan datang kembali akan diadakan di rumah-rumah habaib, bahkan seluruh rumah habaib insya Allah akan diadakan maulid Arba'in. Itu yang kita harapkan kita. Jangan sampai ikon daripada maulid Arba'in ini satu persatu hilang dari yang kita adakan, karena awal mula daripada Arba'in ini adalah kita mengadakan, mendapat atau mengharapkan keberkatan di rumah-rumah habaib yang telah mereka berjuang untuk kemaslahatan dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah di seberang ulu masih banyak rumah-rumah habaib yang mengadakan maulid Arba'in. Dan kalau seandainya di rumah habaib mungkin makanan ringan untuk tahun ini, makanan ringan mungkin tidak ada tsunami, insya Allah mungkin kita tetap akan menghadiri, karena keberkatan sedikit yang masuk di rumah dan di majelis-majelis maulid itu akan datang keberkatan. Tapi insya Allah di tahun-tahun ini kita tetap akan semaksimal mungkin. Jadi bagi yang telah selama ini mungkin menyumbangkan sebagian daripada rezekinya kepada yang biasa menyumbangkan, tetap para panitia mengharapkan sumbangan-sumbangan tersebut. Dan insya Allah untuk tahun ini biar koordinasi satu pintu yang mau menyumbang daripada maulid Arba'in terutama di rumah-rumah habaib, mungkin boleh menghubungi Al-Habib Hadi bin Ali bin Syahab. Beliau selaku panitia Arba'in sekaligus jadi anggota Robitoh Alawiyah.
Nanti beliau akan menghubungkan kepada panitia yang ada, yang mungkin selama ini tetap bergerak, tetap kita sama-sama adakan koordinasi biar keberkatan dan kebersamaan tetap terjalin di antara kita. Dan tetap kita berharap doa daripada guru-guru kita, perhatian, nasihat, bimbingan daripada guru-guru kita yang ada depan ini kita nomor satukan, karena mereka lah tempat rujukan kita, mereka lah tempat musyawarah kita, dan insya Allah dengan kebersamaan kita akan mendapatkan keberkatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan yang mungkin di rumah-rumah habaib, di seberang ulu ataupun di seberang ilir ataupun di tempat-tempat yang lain daripada yang diadakan dalam naungan Rabithah Alawiyah, kami mohon maaf. Dan insya Allah terjalinnya persatuan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemanfaatan lebih untuk kita dan anak cucu kita dan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa disampaikan. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi selaku Ketua Rabithah Palembang atas sambutannya. Kemudian marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang sekelumit daripada manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang akan disampaikan oleh akhina Al-Ustaz Mustafa bin Ali Al-Habsyi. Kemudian dilanjutkan di Mau'izatul Hasanah yang ada disampaikan oleh guru kita dan juga pembina daripada Majelis Maulid Arba'in, Fadilatul Ustaz Al-Habib Umar bin Alwi Asgab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para syiban, para orang tua, hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah yang insyaallah kita yakini penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah seorang yang alim, allamah, ad-da'i ila Allah, muhyi sunnah, muhyiddin, muhibbul khair, As-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Al-Barakah Ahmad bin Hasan bin Alawi Al-Habsyi. Beliau adalah termasuk golongan dari seorang yang sifatkan oleh Imam Al-Haddad, rijalun ila rahmani saru bihimmati ma'a sidqi wal ikhlasi min ghairi a'iki fanalu ladhi kullal matalibi dunah falillahi min aishin karimin waraikin. Para salaf berjalan menuju Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan semangat, dengan ketulusan dan ikhlas tanpa halangan, maka mereka mencapai segala tujuan orang yang di bawahnya, yakni dengan kehidupan mulia dan jernih. Beliau yang selalu berpegang teguh pada jalan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para leluhurnya sesuai yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad, thabatu ala qadamir rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madau ala qasdi sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'in. Mereka yang berpegang teguh atas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, juga para tabi'in, maka tanyahlah dan ikuti ajarannya. Mereka telah berlalu menuju jalan keluhurnya, langkah demi langkah dengan penuh kesungguhan. Nasab beliau yang mulia, beliau adalah Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ahmad sahib Isti'ib bin Muhammad Al-Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi
dan terus bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya, beliau dilahirkan di kota Syihir Hadramut Yaman. Di lingkungan keluarga yang saleh, beliau tumbuh besar di kota tersebut, yang mana di masa kecilnya dikenal seorang yang rajin dalam menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ulama dan berpegang teguh pada tuntunan leluhur beliau, berjalan dan mengamalkan dengan apa yang dituntun para salaf, sehingga beliau menjadi ulama yang besar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menyebarkan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada orang yang butuh di dalam ilmu tersebut. Beliau tidak pernah merasa cukup menyebarkan ilmunya hanya di kota Syihir saja, sehingga mengharuskan beliau pergi hijrah dari kota Syihir menuju kota Palembang demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ilmu sebagaimana yang dianjurkan datuk beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya beliau gigih di dalam berdakwah. Beliau rela meninggalkan kampung halamannya menuju kota Palembang dan menetap di sebuah perkampungan di kawasan 12 Uluh yang sekarang kita kenal sebagai Kampung Karangpanjang atau BBC, yang saat ini kita berada di kediaman beliau. Disinilah beliau berdakwah dan mengajar, membuka majelis-majelis ilmu dan berada di musalah beliau setiap pagi dan sore, mengajarkan ilmu dan menjawab pertanyaan pendatang. Dan majelis beliau banyak dihadiri oleh ulama-ulama besar, di antaranya Al-Habib Alwi bin Syekh Asgaf dan lain-lainnya, dan banyak dari murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama besar, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, ayah daripada Al-Habib Alwi Galbut Tarim, Al-Habib Muhammad bin Hashim Al-Habsyi, Al-Habib Alwi bin Syekh Asgaf, Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyu'aib Al-Ansari, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, murid spiritual beliau. Ketinggian magam atau peringkat kewalian Al-Habib Ahmad. Al-Habib Ahmad diakui oleh para habaib, di antaranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar selaku menantu beliau. Ketika melakukan uzlah atau pengasingan diri, ia menyebut nama Al-Habib Ahmad. Seketika itu ia seperti majdub atau merasa Allah selalu berada di sisinya, dan tanpa sadar mampu mengucapkan ketinggian magam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi dengan istilah-istilah kewalian yang tidak dimengerti kecuali orang-orang yang alim. Di antara karya-karya beliau, Al-Habib Ahmad mempunyai beberapa karangan tulisan, di antaranya kitab Fathur Rahman yang menjelaskan tentang tauhid, ilmu fikih dan tasawuf, kumpulan wirid amalan pagi dan sore Kanzul Khafi. Disebutkan bahwa pada awal Rabiul Awal tahun 1299 Hijriah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi telah mengijazahkan pembacaan zikir-zikir tersebut secara khusus maupun umum bagi orang yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam kalamnya, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi mengatakan, barang siapa yang membaca zikir-zikir ini, niscaya ia akan mendapatkan segala kebaikan, dijauhkan dari segala bala dan musibah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajatnya, dan diluaskan penghidupannya, dilapangkan oleh Allah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Semangat beliau di dalam meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau wafat, beliau sering berhubungan dengan Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, yaitu ayah dari Al-Habib Alwi Galbut Tarim. Dan Al-Habib Ahmad meminta kepada beliau agar melanjutkan dakwahnya di kota Palembang. Maka Habib Abdullah pun berangkat ke kota Palembang dan berdakwah di kota ini sampai beliau wafat dan dimakamkan di Gubah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Sahab, Gubah Duku. Dan beliau pun selalu memberikan faedah yang baik di masa hidupnya, bahkan ketika ia wafat, sehingga beliau masih menyebarkan ilmunya sebagaimana yang didapatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau merupakan salah satu murid Al-Habib Ahmad yang mana beliau menimba ilmu melalui mimpi, sedangkan Al-Habib Ahmad tidak hidup sezaman dengan beliau. Pulangnya ke rahmatullah dengan perginya seorang kekasih Allah, tanda Allah telah merindukannya. Dunia terasa sempit, yang beriman pasti merasakan kesedihan dengan wafatnya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang dikenal juga sebagai wali kutub,
wafat pada tahun 1303 Hijriah atau 1883 Masehi di kota Palembang dan dimakamkan di pemakaman Telaga Suida 14 Ulu Palembang, satu ruangan dengan makam Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Semasa hidupnya, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin pernah mengatakan, bila hendak berziarah ke makamnya, hendaklah terlebih dahulu berziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi Al-Habsyi yang diakui sebagai guru spiritual beliau. Mungkin ini saja yang bisa kita dengarkan daripada manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lewatnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat sesepuh minusbuh yang semuanya saya hormati, kepada segenap panitia juga yang saya hormati, kepada para pecinta Nabi Muhammad SAW yang malam ini hadir bersama-sama, yang kami banggakan. Pertama, saya mau memberikan klarifikasi sehubungan dengan rumah-rumah habaib kita yang setiap tahunnya itu pasti mendapatkan porsi prioritas. Kalau pada tahun ini didapati ada yang tidak terjadwal, itu bukan dari panitia arba'in, itu bukan dari pengurus arba'in. Artinya Majelis Arba'in itu sudah memberikan prioritas. Kalau yang punya rumah atau sohibul baitnya tidak menerima, maka tentu kami tidak bisa memaksa. Kalau alasan-alasan suguhan atau makan berat dan seterusnya, insya Allah itu masih bisa kita atasi. Tapi kalau ada hal-hal lain yang kemudian tidak ada keterbukaan, tentu kami selaku pengurus Majelis Maulid Arba'in tidak bisa apa-apa. Jadi kalau di jadwal ada salah satu atau beberapa rumah habaib itu tidak terjadwal mendapat giliran arba'in, sekali lagi bukan dari pengurus Maulid Arba'in. Jadi harap maklum. Para hadirin yang saya muliakan, menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah Palembang, Al-Habib Al-Ustadz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, tentang masalah niat. Memang berkali-kali saya sampaikan di setiap iftitah Majelis Maulid Arba'in, perbaiki niat kita, percantik niat kita, perbagus niat kita. Kita hadir malam ini dan malam-malam seterusnya sampai 40 malam. Alasan pertama dan yang paling utama adalah thalabul ilmi. Karena dengan ilmu berkah akan kita dapat.
Dulu saya punya guru, ketika ada muridnya belum alim, ada seorang kiai mantu Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Idris, dari desa Kempek. Itu 27 tahun dia mukim di Madinatul Munawwarah. Kebetulan keponakan kiai belum alim. Artinya belum alim itu alfiyah saja belum selesai. Karena standar untuk mendekati kealiman kalau di Jawa itu selesai alfiyah, paham dan hafal. Paham dan hafal. Ini belum alfiyah. Kemudian dia lari ke rumahnya Mbak Idris. Ketika ketahuan oleh pamannya yang jadi kiai, ditanya kemana berapa hari ini. Dia mengatakan tabarrukan, mencari berkah dengan Mbah E. Kata kiai saya, alim dulu baru tabarrukan. Karena apa? Karena yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku a'lamul ummah, wa qur rabbi zidni ilma. Tidak wa qur rabbi zidni berkah, itu tidak, tapi wa qur rabbi zidni ilma. Oleh karena itu niat utama dalam 40 malam ini adalah thalabul ilmi, karena Nabi mengatakan ana madinatul ilmi. Saya adalah gudangnya, kotanya ilmu. Dulu umatnya Nabi Musa ketika berada di Tih, di satu wadi, di satu lembah antara Mesir dan Yordania, setiap harinya didatangkan, diturunkan manna wassalwa. Lama-lama bosan. Lama-lama bosan. Lalu minta kepada Nabi Musa agar Allah ngirim timun, ngirim bawang, ngirim tetek bengek, sayur mayur. Kata Allah, kalau yang kalian inginkan adalah bawang, tomat dan sayur mayur, maka pergi ke Madinah, pergi ke kota. Karena di kota itu semuanya ada. Nabi mengatakan ana madinatul ilmi, memberikan isyarat, memberikan sinyalemen bahwa ilmu apapun itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan menggali yang sumbernya bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu akan mengecoh kita, akan kemudian menuntun kita ke arah jalan yang tidak ketemu dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Tapi melalui keluarganya, melalui pewarisnya, apalagi Nabi mengatakan wa aliyun babuha. Anda tadi mendengar bagaimana manaqib Al-Habib Al-Arif Billah Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, cucu yang keberapa dari Nabi Muhammad SAW? Paling tidak ke 30-31. Cucu yang cukup jauh rentang waktunya, tapi kehidupannya luar biasa sekali. Bahkan kalau Anda rajin membaca manaqib para habaib, Anda akan dibuat tercengang. Saya membaca dalam kitab Tajul A'ras fi Manaqibil Attas, antara Al-Habib Ahmad bin Talib bin Abdullah Al-Attas dengan besannya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar setiap kali dari Surabaya berangkat ke arah Jakarta pasti mampir di Pekalongan, meskipun sebentar, untuk menemui Habib Ahmad. Ini sebelum menjadi besan. Satu saat ada hujjaj, ada haji tahajud dari desa Buaran, Pekalongan Selatan, mengadakan walimahan. Manggil Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar untuk datang ke rumahnya.
Maka Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dari Surabaya langsung ke Buaran dengan meyakini bahwa Habib Ahmad pasti juga ada di situ. Ibarat malam ini, ibaratnya iftitah Maulid Arba'in di rumah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Saya ingin ketemu Buya Umar. Maka tentu saya punya keyakinan bahwa Buya Umar ada di sini. Jadi ketemu di sini. Tapi ternyata setelah sampai di sana, Habib Ahmad bin Talib Al-Attas nggak ada. Ketika Sahibul Baitnya ditanya, mana Habib Ahmad? Kata Sahibul Bait, sengaja saya nggak panggil Habib, karena Habib Ahmad ini suka jadab, suka kemudian mukasyif, ya. Inkashafal ghaib, dan spontanitas. Habib Ahmad itu orangnya spontanitas. Biar noni Belanda ketika auratnya terbuka langsung disebatnya, nggak peduli, ya. Belanda berkuasa nggak peduli. Akhir cerita, Habib Muhammad bin Ahmad Dar kemudian minta diantar sama Sahibul Baitnya ke Jalan Yago Salib, ke Kampung Arab, untuk menemui Habib Dia bawa oleh-oleh. Kalau orang sana bawa berkat gitu loh, ya. Ada nasi, ada kambing, ada tetek bengek lah. Ketika kemudian sampai di Kampung Arab, maka keluarlah Habib Ahmad menyambut Habib Muhammad, dan kepada haji itu apa yang dia bawa disuruh dibuang, termasuk berkatnya tadi disuruh dibuang. Dan spontanitas ketika dibuang ulet semua, ulet semua. Lalu Sahibul hajinya tadi mengatakan, tapi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar makan nasi ini ya Habib, makan nasi yang anda buang kemudian jadi ulet. Maka Habib Ahmad kemudian menyuruh Habib Muhammad agar membuka mulutnya. Dan ketika mulutnya dibuka, si haji disuruh melihat ke dalam mulut Habib tadi. Yang kelihatan adalah bahar, yang kelihatan adalah lautan. Dan lautan, apapun yang masuk ke dalam lautan, air laut tidak akan pernah mutanajis. Air laut tidak akan pernah terkontaminasi oleh berbagai macam kotoran apapun yang masuk ke dalam air laut. Hakadha ahwalul habaib. Begini juga adalah hal ihwal daripada asbat, afad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cucunya saja kita mendapatkan keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, apalagi kepada Sayyidul Wujud, apalagi kepada usulnya, furu'nya saja membuat kita geleng kepala, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya pernah menyatakan bahwa kenapa Allah menggunakan harful jar an, tidak menggunakan min, ketika Allah berfirman innama yuridullah liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum. Kenapa Allah tidak mengatakan minkum, tapi mengatakan angkum? Ternyata antara hifdziyah, riayah dan difa'iyah itu berbeda. Min itu litagrib, sedangkan an itu litab'id. Sesuatu yang jauh, yang belum sampai, dekat oleh Allah, diproteksi oleh Allah, sehingga potensi kesyirikan pada ahlul bait itu enggak ada. Tidak ada satu ahlul bait pun yang kemudian musyrik billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan liyudhiba ankum, angkum itu barangnya belum ada. Tapi kalau liyudhiba minkum, itu namanya difa'iyah, ada, barangnya diambil dibuang. Tapi kalau angkum itu tidak ada. Ini dari ahlul baitnya.
Ini dari furuknya, apalagi dari oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi potensi kesyirikan, potensi kenakalan, potensi kemaksiatan, gejala-gejala bahwa Nabi akan mendurhakai Allah, itu sama sekali tidak ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ikhwan yang saya muliakan, ayo pelajari. Nabi adalah insanul kamil, satu-satunya manusia paripurna. Segalanya ada pada Nabi. Anda ingin kelembutan, ada pada Nabi. Anda ingin ketegasan, ada pada Nabi. Bahkan sekiranya kita pun ingin mendapatkan gambaran tentang eksekusi, juga ada pada Nabi. Oleh karena itu jangan salahkan yang lembut, karena kelembutan juga ada pada Nabi. Jangan salahkan yang tegas, yang keras, karena ketegasan dan kekerasan juga ada pada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam ini dan untuk malam-malam berikutnya, yang kita gapai, yang kita cari adalah persamaan dan kebersamaan, bukan perceraian dan permusuhan. Hadza minni walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بن الشفاء والصحة والعافية للحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن الحبشي، للحبيب عبد الرحمن بن أبو بكر، والشفاء لأخينا عيسى بن علي الحبشي، وللسيد فوزي بن أحمد الخرد، وللشريفة فريدة بنت عبد الرحمن منور، للشريفة سندس بنت علي بن شهاب، وللسيد عبد الباسط بن حمزة المساوى، للسيد صادق بن حسن بن شهاب، ولأخينا وللسيد نظير بن عمر بن حامد، وللسيد عمر بن محمد بن شهاب، ولشريفة زهرة بنت عبد الله خرد، عبد الله طارق شهاب، طارق صادق خلاص. أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعده زكما ولا علمه. الله هديني وكني صلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, mengulangi undangan untuk peringatan Maulid malam yang kedua akan diadakan di Masjid Kiai Haji Balqi di Talang, Banten. Kemudian untuk besok tanggal 1 Rabiul Awal peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Ahmad bin Hasan, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, bertempat di Kampung Sungai Bayas atau di samping Mushola Thayyibah, waktu ba'da salat asar atau jam 4 sampai dengan selesai. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan juga berkenaan dengan perubahan di dalam acara Maulid Arba'in. InsyaAllah untuk setiap malam untuk pembacaan Maulid akan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi habis qiyam
atau mungkin nanti ada qasidahnya, kemudian dibaca dengan syama'il dan dilanjutkan dengan doa, baru nanti mau'izatul hasanah ataupun mungkin nanti ada pembacaan manaqib. Jadi untuk tahun ini akan diadakan setiap malamnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat satu hidangan 4 orang. Ini